زي ما قلت لك بالظبط تنفذي. تمام يا سما؟ سايبك الصبح سليمه ارجع الاقيكي مضروبه كده. حد عمل لك حاجه؟ ما تنطقي يا بنتي. لا مفيش حاجه، ده انا اتخبطت وقعت فحسين وداني المستشفى. حسين وديتها المستشفى؟ يا حسين برافو. طب وما اتصلتش بيا ليه يا حسين انا اوديها المستشفى؟ سبتوا البوابات فاضيه؟ ها؟ مفيش امن في الشركه. لا يا بيه، انا انقذت برضو الموقف. يعني انا كنت هقعد استنى عقبال ما ارن عليك يكون البت راحت مني. انا خليت عم محمد هو اللي يجي يوقف مكاننا، وانا رحت وديتها المستشفى. وقفت عم محمد هنا. ها؟ تمام تمام يا حسين. تمام يا سام. يلا يا مي. خد هنا. عارفه كويس ان انت ما قلتلوش. عارفه لو كنت قلت له كنت بوظت لك عينك التانيه. اقف هنا، ده مش اي حاجه. اعدل وشك، اعدل وشك كده. خليكي كده، ده مش اي حاجه. ها؟ بقول لك يا مي، نعم يا استاذ احمد. انا مش داخل دماغي اللي حصل ده. ولا انا الصراحه، انا حاسه ان في حاجه غلط. طب وهي بتكذب ليه؟ معرفش. انا البنت سايبها الصبح زي الفل، ارجع بالليل الاقيها كده. انا مش داخل دماغي الموضوع. طب بقول لك هنعمل ايه؟ الكاميرات عندنا شغاله. هي كانت واقفه بقالها شهر، لسه شغاله من 3 ايام تقريبا. حلو. طيب ممكن تبعتي لي عبد الباقي مسؤول الكاميرات والامن؟ هو للدرجه دي الموضوع مهم يا استاذ احمد؟ طبعا، مش موظفه عندي في شركتي. اوامرك. هروح انادي استاذ عبد الباقي واجي لحضرتك على المكتب. خليه يجيب اللابتوب معاه. اوكي حاضر، عن اذنك. بسرعه يا مي انا مستنيك. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عبد الباقي. استاذ احمد، حضرتك طلبتني باللاب. تمام اتفضل يا عبد الباقي. خير يا فندم. هو عم محمد فرد الامن فين؟ محمد فرد الامن بتاع البوابه الثانيه؟ ناديهولي. انا دي يا فندم النهارده اجازه. هو عم محمد فرد الامن مش واخد اجازه وضع، مراته هتولد، ده حتى قال لك دي والده في توأم. تمام. طب رجع لي كده يا عبد الباقي، افتح لي كاميرات الشركه. طب عرفني تفاصيل، هرجع لك من امتى، الساعه كام؟ طب افتح يا عبد الباقي. حاضر. رجع لي من الساعه 8 للساعه 10 النهارده. 8 صباحا 10 مساء. 8. انهي كاميرا؟ هات لي بوابه واحد. من الساعه 8 صباحا. في حاجه؟ طيب عبد الباقي ما بحبش الاسئله الكتير. اتفضل يا فندم. كده احنا هنبتدي من الساعه 8 صباحا. الاسئله الكتير دي بقى انت مش المفروض تبقى قاعد هنا ومركز دايما؟ ماشي. طب مفيش حاجه. نجري شويه. شفت بقى نزمتي انا ايه؟ بس تعالى يا ابني. ايه ده رايح فين؟ ايه يا سما؟ اخويا. لا طبعا مش هينفع يدخل. طب 5 دقايق بس يا سما. ولا دقيقه واحده. انت عارف كويس قوي استاذ احمد قال مفيش حد يدخل الشركه. يعني ايه الكلام ده يا سما؟ يعني ايه؟ ما انت الاوامر دي عليا وعليك يا حسين. ماشي بس ده 5 دقايق. قلت لك ولا دقيقه واحده. يعني ايه الحوار ده؟ يعني انتوا مش هتدخليه؟ لا يا حسين من فضلك، ويلا بقى عشان الكاميرات ما تعملناش مشاكل. اقعد مكانك يا اخي. فاهم انت عملت ايه؟ يا ليه بتزقني يا حسين؟ استنى بس. عيني يا حسين، انت اتجننت، انت بتضربني. وانا لمستك يا وليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بيفتروا. اخلع. اخلع براحه الدرس على طول، ما تجيليش تاني. روح اخلع. تعالى يا سما، تعالى اوديك المستشفى. عليك يا حسين، عيني هتروح. تعالى بس اوديك المستشفى. لا ما تخافوش، مفيش حاجه. ده هي بس اتخبط. تعالى. ايه ده؟ انت بتسالني انا؟ شايف اللي حاصل على البوابه؟ يا فندم الكاميرات دي بتتفتح لما تحصل مصيبه، انا مش معقول اقعد 24 ساعه على الكاميرا. تمام. اتفضل انت دلوقتي يا عبد الباقي. طب محتاج مني حاجه تاني؟ شكرا. طب ممكن امشي بدري النهارده؟ اتفضل يا عبد الباقي. حاضر. وبقى احلق دقنك دي. حاضر يا فندم، حاضر. عندي تانية. طيب الاستاذه مي كانت عاوزه تجيلك، اديها لك. مي اطلع بقى. مي ما تدخليش عبد الباقي عندي تاني. نادي لي فرد الامن اللي اسمه حسين. انت لسه هتسالي ليه؟ بسرعه. قابلتي نمله مش عاديه يا بنت يا سعديه. انت يا استاذ حسين؟ ايه يا استاذه مي؟ ايه قاعد على البوابه تغني؟ استاذ احمد عايزك ضروري جوه في المكتب. استاذ احمد؟ ايوه.
خلاص هروح له دلوقتي. اتفضل. هو انت قلت له حاجه؟ والله العظيم ما فتحت بقي. متاكده؟ اه طبعا متاكده. طب خلي بالك، لو عرفت انت قلت له حاجه في الموضوع اللي حصل ده. انتوا مالكم بتتودودوا في ايه؟ لا انا كنت بقول له حاجه بيني وبينك، انا داخل له دلوقتي. اتفضل ادخل له. سما، في حاجه معاكي؟ لا يا استاذه مي مفيش حاجه. سما لو في حاجه لو سمحتي معاكي قولي لي. مفيش حاجه صدقيني. طب اتفضلي اقعدي مكانك. ادخل. حضرتك طلبتنا يا فندم. طلبتك يا حسين. اقف. مين قال لك اقعد؟ مش انت طلبتني يا فندم عشان تقعد تتكلم معايا؟ عم محمد فين يا حسين؟ عم محمد، ما انا قلت لك يا فندم ان هو قاعد على البوابه الثانيه. عم محمد اجازه يا حسين. كذا؟ ازاي ده؟ عم محمد اجازه طول اليوم، ما جاش اصلا الشركه. عم محمد اللي انت قلت لي قعدته مكانك عشان تودي سما للمستشفى، صح؟ صح. طب بتكذب ليه؟ بس ده مش موضوعنا يا فندم، يعني انت جايبنا عشان تقول لعم محمد اجازه مش اجازه، بس ده مش موضوعنا يعني. لا انا هو ده موضوعي، موضوع الكذب. بص كده يا سيسو، طب ادلعك اهو. حبيبي يا سحس. سيسو ها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو مش كاميرات بايظه؟ الكاميرات اتصلحت بقى لها 3 ايام يا حسين. ايه ده؟ حضرتك يا فندم سما هي اللي اعترضتني ومش هتدخل لاخويا، قاعد اقول لها سيب اخويا بس 5 دقايق بس عشان عندي درس قريب من الشركه هنا، وبعد كده همشيه. دخل اخوك فين؟ يقعد بس جوه بس 5 جوه دقايق. فين؟ عند البوابه جوه. بوابة ايه؟ الشركة؟ بوابة ايه يا حسين؟ قبل الشركه. هو انا مش قايل مفيش حد يجي زيارة لحد وهو شغال في الشركة؟ صح يا حسين؟ صح. حلو قوي. اخوك بقى جاي يعمل ايه هنا؟ فاتحينها حضانة احنا، ها؟ فاتحينها نادي صحي، جاي يتمرن في الجيم. وانت عملت كده بقى في سما ليه؟ عشان هي بتشوف شغلها، صح؟ عشان هي بتعمل الصح. بص لي يا حبيبي وانا بكلمك. اسمع يا ابني، انا مش عايز اذيك عشان انت لسه عيل صغير. الفيديو بتاع الكاميرات ده اقل واجب تطلع تعمل محضر في الاسم وتحبسك، انما ما ينفعش شوفش وشك في الشركه هنا تاني. ايه خربتيها؟ خربتها؟ يعني ايه يعني؟ يعني ايه يعني؟ اعمل نفسك عبيطه. هي الدجن اللي لسه ما هلكتهاش دي، خزلك عينك التانية دي. في ايه يا حسين؟ وانا عملت لك حاجه؟ اروح اغير. انت رايح فين؟ انت شفتك لسه بدري. اروح امشي. رايح فين يا حسين؟ انا مش قاعد تاني، مستنيك بره. مستنيني بره؟